نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، النفوس حزينة، ويومنا يوم فرح وزينة، فما عساني أصنع وما عساني أقول، أدافع قلمي ليكتب فيحرن، وأحث لساني ليعبر فيصمت، ولكنني أجد صدى الكلام في نفسي يردد مقالة علامتنا البشير الإبراهيم رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما زلت كلما أظلني عيد من أعيادنا أظلتني معه سحابة من الحزن لحال قومي، وما هم عليه من التخاذل والانحلال والبعد عن الصالحات والقرب من الموبقات. أرمي بطرفي إلى الماضي، إلى ذاك الماضي الزاهر، إلى ذاك التاريخ المشرق، أقلب صفحاته وأقرأ سطوره، ثم أرمي بطرفي إلى حالتنا وإلى حياتنا وواقعنا، فينقلب إلي بصري خاسئا وهو حسير من ذاك البون الشاسع، من ذاك الفرق العظيم بيننا وبين أسلافنا. أقرأ في سجل تاريخنا وماضينا الزاهر، وأرى فيه ملء بصري حضارة عظيمة قد بادت، ولم يبق منها إلا شيء يسير كباقي الوشم في ظاهر اليد، فيبعث ذلك في نفوسنا حزنا عميقا وأسا كبيرا على هذا المجد التالد الذي أضعناه، وعلى هذه العزة المتينة التي افتقدناها، حتى صرنا نناجي الرسوم ونبكي الأطلال ونبكي الآثار، وصار شاعرنا يقف أمام قصر الحمراء بغرناطة يستذكر تلك الأيام السوالف وهو يقول: أناجي الرسم لو ملك الجواب، وأجزيه بدمعي لو أثاب. فقط يتكلم هذا الرسم ليحكي لنا أمجادنا، ليحكي لنا ما قام به آباؤنا، ليحكي لنا ما كان عليه آباؤنا من الخير ومن الفضل ومن العلم.
لقد كانت تلمسان والقيروان وفاس وبغداد ودمشق والقاهرة وحلب وسمرقند وغيرها من حواضر بلاد الإسلام أعلى وأعظم من أن يطاولها مطاول أو يكاثرها مكاثر أو يناظرها مناظر أو يفتخر عليها مفتخر. لقد ضربوا أمثلة عالية ونماذج فائقة غالية في انتشار العلم والمعرفة. كانت لهم علوم ابتكروها، كانت لهم حقائق اكتشفوها، كانت لهم آراء في العلم والمعرفة نشروها وبينوها، فضلا عما زادوا عليه، فضلا عما أكملوه، فضلا عما حرروه، فضلا عما نقحوه. تلك العزة المكينة والاستعلاء بالإيمان هو الذي جعل ربعي بن عامر رضي الله عنه يدخل على رستم وهو في زينته وحاشيته، يقول له رافعا هامته، يقول له بكل همة عالية وبكل هامة مرفوعة: إن الله عز وجل ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. تلك العزة المكينة، ذاك الاستعلاء بالإيمان هو الذي جعل عقبة بن نافع الفهري رحمه الله تعالى يسير بفرسه حتى بلغ البحر، حتى بلغ المحيط، دخل فيه بفرسه حتى بلغ الماء إلى بطن فرسه فتوقف لأنه لا يستطيع المسير ولا يستطيع المزيد، فرفع يديه إلى السماء يعتذر إلى ربه تعالى أن هذا هو مبلغ قوته ومنتهى قوته، فقال: يا رب، لولا أن هذا البحر منعني لمضيت في البلاد إلى مسلك ذي القرنين مدافعا عن دينك حتى لا يعبد في الأرض أحد سواك. وكنا عظاما فصرنا عظاما، كنا أمة عظيمة لها مجدها فصرنا كالعظام البالية، كنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت، وكنا شموس سماء العلا فغابت وناحت عليها البيوت. ما الذي أصاب أبناء ربعي بن عامر وأبي عبيدة وعقبة بن نافع وطارق بن زياد وموسى بن نصير؟ ما الذي أصابهم؟ ما الذي دهاهم فأرداهم؟ ما الذي حل بهم حتى رجعوا القهقرة؟ إنه التخلي عن الإسلام، إنه البعد عن فهم الإسلام فهما صحيحا، إنه البعد عن فهم محاسن الشريعة فهما سليما مستقيما، إنه التقصير في امتثال تعاليم الإسلام امتثالا صادقا، إنه التفرق والتمزق الذي ألقى بعصا الترحال ولكنه أناخ ببابنا، أقام بين أظهرنا، ضرب بجيرانه حتى اتخذ له بيننا مسكنا. فبئس ما صنعتم إن فتحتم لهذا التفرق أبوابكم وصدوركم، بئس ما صنعتم إن فتحتم له صدوركم، بئس ما صنعتم إن أرعيتموه سمعكم، بئس ما صنعتم إن أقررتم مكوثه بين أظهركم. إن التفرق والتشتت هو سبب القضاء على الأمم ولو كانت قوية. التفرق والتشتت هو سبب القضاء على الشعوب ولو كانت عظيمة. ولهذا لما أدرك الأعداء خطورته وشدة فتكه عملوا على بثه ونشره في صفوف المسلمين، فصار لسان حالهم ومقالهم: فرق تسد،
أي أمة إذا أردت أن تسودها وأن ترتفع عليها فمزقها، فشتتها، ففرق صفوفها حتى تتناحر فيما بينها، فستصبح أنت سيدها. صار لسان حالهم ومقالهم لا يقطع الشجرة إلا أحد أغصانها. صار لسان حالهم ومقالهم التفريق ثم التمزيق ثم القتل ثم الهضم. إن تفرقنا وتمزقنا وتشتتنا أطعم الأعداء الكراع، فصاروا يطمعون في الذراع حتى استوعبوا الجسد كله أكلا، ونحن في لهو وعبث وغفلة. كيف يصح في عقل عاقل أن تلام السباع الضارية على الافتراس؟ ذلك هو طبعها، ذلك هو خلقها، لا تستطيع غيره ولو أرادت، لا تحسن غيره ولو أرادت، فكيف تنتظر منها أن تكون أيادي حانية أو قلوبا صافية؟ هل يصح هذا في الأذهان؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إن كنت عاقلا، إن كنت لبيبا، فعد باللائمة على نفسك، لأنك أنت الذي كنت عونا ومعوانا للأعداء على هلاكك بهذه الفرقة المقيتة، بهذه العصبيات المنتنة، بهذه العداوات الممزقة، حتى صرنا نداس بأرجلنا وتراق دماؤنا بأيدينا وتقطع أوصالنا ببني جلدتنا وينتصر علينا الأعداء بنا. أين أنتم من قول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين؟ فالتنازع والشقاق والفرقة مآله الفشل، ثم مآله استيلاء الأعداء. أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم؟ فالأخوة والائتلاف نعمة، والاعتداء نقمة، والتعادي نقمة، والتشتت نقمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أين أنتم من قول الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لقد جاءنا الإسلام بكنز عظيم أهملناه، وبنعمة ودرة ثمينة أضعناها، إنها الأخوة الصادقة التي ضيعنا معالمها، إنه التآلف والتآزر الذي افتقدناه بيننا. ما هي الأخوة الصادقة؟ صفاء قلب، ونقاء سريرة، وسلامة صدر، ونقاء طوية نحو الآخرين. صفاء يثمر طمأنينة الفؤاد وراحة البال وهدوء الضمير، فلا ترتقب من العيون حسدا، ولا ترتقب من الألسنة أذى، ولا ترتقب من النفوس حقدا، ولا من الأيدي بطشا. ألم يقل الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا
ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: تداعى، بمجرد أن يصاب عضو إذا بالجسد كله في حالة استنفار، في حالة طارئة تتداعى لهذا العضو الذي أصيب حتى تشاركه الهموم وحتى تقف معه ليرتفع من هذا المرض الذي أصابه. كذلك المجتمع ينبغي أن يكون، وكذلك السفينة ينبغي أن تسير، ولولا ذلك لغرقت، وإذا أغرقت معها الجميع. يا غافلا، وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقظان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمع كلمتنا على الحق والدين، وأن تؤلف بيننا، وأن تجنبنا التشتت والتفرق والتمزق، إنك بكل جبير كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، من أسباب انحطاط المسلمين وضعفهم وتأخرهم عن الركب ابتلاؤهم بأنصاف المتعلمين. إن العلم الناقص الهزيل قد يكون في كثير من الأحيان أضر من الجهل البسيط، لأن العلم الناقص الهزيل صاحبه لا يعلم ولا يدري، ولكنه يظن أنه يعلم ويدري. صاحب العلم الناقص الهزيل لا يدري، ولكنه لا يقتنع بأنه لا يدري، بل يظن أنه ابن بجدتها وأبو عذرتها، فيكون ضرره وبيلا وفساده عظيما، ومن البر ما يكون عقوقا. وكما قيل: ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلاءكم بنصف مجنون. فابتلاؤكم بنصف العالم أو شبيه به وليس كذلك ابتلاء عظيم. على أنصاف المتعلمين أن يعلموا أن أهم أنواع الانتصار على النفس، بل لا يمكنك أن تحقق أي نوع من أنواع الانتصار إذا لم تنتصر على نفسك ولم تتغلب على شهواتك ولم تحكم القبضة على أهوائك حتى تصير تبعا لما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم تكن كذلك فأنت تنفخ في رماد وتصيح في واد. إذا لم تكن كذلك فاعلم أن ما تفسده أعظم مما تصلحه. إذا كنت لا تستطيع أن تجابه نفسك للاستيقاظ لصلاة الصبح، كيف تجابه عدوك؟ إذا كنت لا تصبر على أكل الرشوة، كيف تجابه عدوك؟ إذا ابتليت بشيء من الربا أغمضت عينيك وأكلته، كيف تنتصر على عدوك؟ والله تعالى قد قرر الأمر في كتابه فقال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وقرره جل وعلا في كتابه فقال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا، والله تعالى حرم الظلم على نفسه فهو العدل. فإذا أصابتك نكبة فارجع إلى نفسك. طريق الخلاص، طريق النجاة أن يفتش المسلم ويبحث عن عوائق التمكين في نفسه، أن يبحث عن عوائق التمكين التي امتلأت بها جوانحه وتشبعت بها نفسه، فيعمل على إزالتها، فيعمل على البعد عنها والترفع عنها، ويعمل على التحلي بصفات جيل النصر والتمكين. هذا أنفع لك، هذا خير لك من أن تستعجل قطف الثمار قبل أوان الجداد فتصاب الدعوة بجائحة تبقى الأمة على أثرها تائهة. فإن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والله عز وجل حكيم، حكيم في أفعاله، حكيم في قضائه وقدره، يضع الأشياء مواضعها ويضع الأشياء في أماكنها، حكمه القسط وميزانه العدل. لا يؤخر عنا النصر إلا إذا كان فينا زغل، لا يؤخر عنا النصر إلا إذا كان فينا دخل، لا يؤخر عنا النصر إلا إذا كان فينا خلل، لا يؤخر عنا النصر إلا إذا كانت نفوسنا مغشوشة مريضة. فلنصلح أنفسنا أولا، ولنطهر قلوبنا، ولنزكي نفوسنا، ولنصف بواطننا وظواهرنا، ووالله سيصلح الله تعالى لنا الأمور، لأن الله تعالى لا يريد ظلما للعباد. لا مجد لنا ولا عز لنا ولا فخر لنا إلا بالعودة الصادقة إلى الله عز وجل، والاعتزاز بديننا، وعدم التنكر لمقوماتنا، وأن نكون يدا واحدة على من سوانا، لأننا إن تخلينا عن ذلك تخلى الله عنا، وإن تخلى الله عنا أصابتنا النكبة واستقرت الهزيمة النفسية في أعماقنا، فلن نستطيع أن نكسر عدوا ولا أن ننصر حقا. يقول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى: إن الأمة التي لا تحترم مقوماتها من جنسها ولغتها ودينها وتاريخها لا تعد أمة بين الأمم، فلا ينظر إليها إلا بعين الاحتقار. ما دام بعض بني جلدتنا يتنكرون لمقوماتنا فلن ينظر إلينا الأعداء إلا بعين الاحتقار. ثم على المسلم أن يعلم أن مهمته هي السعي لهداية الناس، أن يبين لهم طريق الإيمان وسبيل الرشاد. وأما التوفيق للهداية فهو مما استأثر الله به. التوفيق للهداية بيد الله تبارك وتعالى، وليس بيد أحد من الخلق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده ولا يتمكن من أن يوفق شخصا للهداية، إنما يبين له ويرشده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مهمتنا هي اتخاذ السبل المشروعة لتغيير الواقع السيء، وليس نفس تغييره بالفعل، لأن تغييره بالفعل هو بيد الله تبارك وتعالى. مهمتك الدعوة إلى الله عز وجل والبلاغ وليس الإكراه، لست عليهم بمسيطر. قال عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا
إن عليك إلا البلاغ. فيا عباد الله، إن الطريق واضح، وإن الحل لترفع الأمة رأسها واضح، والرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى. الاعتزاز بالإسلام، أن نكون يدا واحدة على من سوانا. كفانا تفرقا، كفانا تمزقا، كفانا خلافات موهومة ليس لها أصل من الحقيقة. هذا إن أردتم الخلاص. وأما إن أردتم أن نبقى على حالتنا فلنبقى على أخطائنا لا نصلحها، وحينئذ سنكون لقمة سائغة لأعدائنا، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيد علينا الأعياد. قد رفعت هذه الأمة رأسها، وقد عادت إلى الأمة فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب أنت الحكيم العليم، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تسبل علينا سرابيل الطمأنينة والسكينة في بلادنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.